واش حتى انتي اولا انت من الناس اللي كيحلموا انهم يجيو يقراو هنايا في كوريا الجنوبيه، ولا كاين كتوقفك العقده ديال النقطه ديال البكالوريا، اولا كيسحاب ليك باللي باش تمشي لكوريا خصك تكون لاباس عليك اولا مليونير؟ حبس دعوه، حيت اليوم غادي نحيدو هاد الافكار كاملين، وفي هاد الفيديو غادي نوريك الحقيقه كامله، من المنح اللي كتخلص عليك كلشي، من الطياره حتى المصروف الشهري طبعا، وحتى الطريقه اللي كيمشيو بها بزاف ديال الناس وكيبداو بها حياتهم هنايا في كوريا. يلا وجدوا معايا واحد الورقه وستيلو، حيت المعلومات اللي غادي تسمع اليوم قادرة أنها تغير النظرة ديالك لكوريا 180 درجة. أول سؤال هو اللي كيطرحوه عليا أغلبية منكم، واحد 90% منكم، وهو واش ضروري خصني نجيب 18 ولا 19 في الباك باش نقدر نقرا في كوريا؟ الجواب ببساطة على حسب شنو انت باغي دير. حسب الموقع ديال ستادي ان كوريا الرسمي كاينين جوج ديال السيناريوهات اساسيه. السيناريو الاول هو الا كنتي باغي المنحه ديال الجي كي اس، واللي هو الحلم ديال اي واحد طبعا. هنا خاصك تكون طياره، والمعدل ديالك خصو يكون فوق 80%، يعني من 16 للفوق طبعا باش تضمن بلاصتك هنايا. وهاد المنحه هادي كتكون على واحد المنافسه عالميه بزاف، يعني كتكون شويه صعيبه. والسيناريو الثاني الا كنتي غادي تمشي بفلوسك او بفلوس والديك طبعا اولا شي واحد قريب منك، هنا النقطه ديال الباك ما كتوليش مهمه، يعني كتولي حاجه ثانويه. كيف سمعتي، ما كتبقاش النقطه ديال الباك مهمه. وبزاف ديال الجامعات كيوليو كيقبلوا من 11 حتى ل 12 في النقطه ديال الباك، واللي مهم عندهم هو انه تكون عندك القدره الماليه الكافيه وتكون فعلا باغي انك تقرا هنايا. ودابا غادي ندوزو للطريقه الاولى اللي هي المنحه ديال Global Korea Scholarship اللي هي الجي كي اس. هذه هي اللي كيحلم بها اي واحد باغي انه يوصل هنايا لكوريا الجنوبيه. علاش في نظركم؟ حيت ببساطه الطياره كتكون فابور، القرايه فابور، يعني ما كتخلص حتى فرنك على الترم ديالك، وتيكون عندك واحد المصروف شهري محترم باش تعيش حياتك هنا وتفوج. والشرط الوحيد هو يكون عندك نقطه مزيانه بزاف في الباك، زائد ملف قوي ومقنع كيبين علاش انت بالضبط تستاهل هاد المنحه. والتقديم غالبا كيكون في شهر 2 للبكالوريا وشهر 9 للماستر، وهذه صراحه واحد الفرصه ما كتفوت. ودابا الا ما كانتش النقطه ديالك طالعه بزاف ما غاديش يكون عندك واحد الحظ مع الجي كي اس للاسف. وهذه دابا اللي غادي نقول لكم هي الطريقه الذهبيه. اغلبيه المغاربه والشباب العرب كيجيو لكوريا بهذه الطريقه هذه اللي هي الفيزا ديال اللغه D-4، وكتجي غير كتقرا اللغه الكوريه مع تابع لشي جامعه كوريه وشنو كيحتاجوا منك. هذا ديال البكالوريا كنظن واخا تكون قديمه ماشي مشكل، وواحد ضمانه ماليه البنك ستيتمنت، وهذه مهمه بزاف حيت كيخصك انك تبين باللي عندك واحد 10,000 حتى ل 20,000 دولار تقريبا في البنك. وهذا الشيء طبعا على حسابيه الجامعه اللي غادي تدفع ليها، حيت كل جامعه كتطلب واحد المقدار محدد. حيت هذا المبلغ هذا كيبين بانه غادي تقدر انه تصرف على راسك في دوك الشهور الاولين هنايا في كوريا. وطبعا ما غاديش ننساو الرساله التحفيزيه بحال شكل ستادي بلان، وهذه طبعا كتعتبر السلاح ديالك، ودابا نرجعوا ليها من بعد. دابا احسن ميزه في هذه الفيزا هذه انها كتعطيك الحق انك تخدم واحد البارت تايم، طبعا من بعد 6 شهور ديالك هنايا في كوريا، يعني كتولي كتعوض داك المصروف اللي صرفتي في الاول من بعد 6 شهور. من بعد فاش كتعلم اللغه الكوريه وكتضبطها مزيان كتقدر انك تحول من D-4 اللي هي الفيزا ديال تعلم الكوريا الفيزا ديال D-2 اللي هي القرايه اون جينيرال. وطبعا كتكمل قرايتك الجامعيه هنايا في كوريا، يعني طريق سهله ومضمونه من اللغه للجامعه. باش تضمن القبول ديالك سواء في المنحه او لا في الفيزا ديال تعلم اللغه الكوريه، خاصك تركز لي على 3 النقط هادو الحاسمه. اول حاجه غادي نبداو بها هي الرساله التحفيزيه اللي هي الستادي بلان ديالك هنايا في كوريا. هالعار الله يرضي عليكم ما تنقلوش من جوجل، صافي ما تنقلوش من جوجل. هالعار هادشي راه كيبان ليهم، راه كلشي باين، فهمتوني؟ كلشي باين. خصك انت مع الاحاسيس ديالك تجلس مع الاحاسيس ديالك وتبدا تعبر علاش اختاريتي كوريا بالضبط، علاش باغي تجي انك تقرا هنايا، بحال التكنولوجيا المتطوره عندهم السبب هو اللي خلاك انك تجي لهنايا، او لا السيستم التعليمي ديالهم بحال الطريقه باش يقريو وداكشي كامل، او لا بسبب الفرص المستقبليه اللي غادي تجيك. ماشي حيت كيعجبك بي تي اس او لا الدراما او لا داكشي راه ما تيوكلش، فهمتوني؟ وداكشي لا علاقه مع الواقع. نكونوا صريحين، خصك تكون واقعي يعني بالاحاسيس ديالك.
شنو هما الحوايج اللي خلاوك اختاريتي كوريا بالضبط، علاش هاد الجامعه بالضبط، من بعد فاش غتسالي شنو هما البلان ديالك، شنو باغي دير، شنو فهمتوني بحال هكا. يعني خصك يكون داكشي نابع من القلب. ثاني حاجه غادي ندوزو ليها هي المقابله في القنصليه. الا كنتي غادي باش انك دوز المقابله خصك تلبس مزيان، خصك تكون واثق من راسك وبين لهم انك فريمون غادي تمشي غير غادي تقرا في كوريا وغادي ترجع للمغرب. وهذه نقطه كيركزوا عليها بزاف بزاف في القنصليه باش يتاكدوا انك ماشي غادي تمشي وغادي تحرق. ثالث حاجه هي اللغه. واخا تكون ناوي انك غادي تجي لهنايا وغادي تقرا باللغه الانجليزيه، حاول انك تعلم اساسيات اللغه الكوريه. هادشي هذا كيبين لهم انك مهتم بالثقافه ديالهم ومستعد انك تندمج، وهذا الشيء هذا كيعطيك واحد النقاط اضافيه. وانت كتشوف كوريا صراحه بلاد ديال الفرص، والتعليم ديالهم من الاحسن في العالم، وما تخليش الخوف ودوك الافكار القديمه انهم يوقفوا. اي فوالا هادشي اللي كاين. ما تنساوش انكم بارطاجيو هذا الفيديو هذا مع اي واحد عرفتيه باغي انه يهاجر اولا كيحلم بكوريا. دير لايك باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ديال الناس. ما تنساوش انكم تابوناو في القناه باش يوصلكم كل جديد، ونشوفوا بالفيديو الجاي ان شاء الله. يلا بسلام عليكم، باي.